لو الحكاية فيها إن فيتو. صاحب الجسم التفاحة ده يلبس اي لوك هو عايزه، بس مع مراعاة ما يلبسش القمصان ضيقه مثلا، او الشميزات او البلوز ما يكونش ضيق لدرجه ان يكون الزراير فتحها. ما يبينش ان هو ما يبينش ان هو لو هو مثلا جسمه مظبوط، ما يبينش ان هو من كتر الحاجات الضيقه اللي لابسها ان يتحول لتخن. وما ينفعش يلبس واسع قوي، هيتوه في النص. فده ممكن ده من الاجسام اللي سهل ان هي تلاقي اللبس بتاعها بيكون وسط ما بين الرفيعه قوي والمليانه قوي، فبيبقى سهل. ما يأزمش نفسه برضو عند الوان يقول ان هي ممكن تبين ديفو، ممكن تعمل لا خالص. اي لبس في الدنيا ما بيبينش ديفو لو صاحبه لبسه صح. انت ممكن تلبسي اي لون انت عايزاه باي شكل انت عايزاه، بس اهم حاجه تكوني في تناسق ما بين. لو لابسه قطعتين لازم يكون القطعه اللي فوق موازيه للقطعه اللي تحت، والعكس. لو انت تخينه من فوق رفيعه قوي من تحت، في بنات كتير كده تلاقيها تلبس بنطلون رفيع جدا وضيق جدا عليها، بس هي من فوق غصبا عنها عريضه. ممكن ما تكونش تخينه بس هي عريضه، فالاقيها لابسه من فوق طبعا حاجه اوسع، فبيبقى جسمها ما فيهوش خالص تناسق.